السلام عليكم بنات، كيفاش عاملين؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وفي افضل الاحوال. اليوم شاركت معكم الشوربه او الصوبه ديال القرع الحمراء. وحنا داخلين على فصل ديال الشتاء، كنحتاجوا بزاف هاد الوصفات ديال الشوربات يكونوا سهلين وبساط وفي نفس الوقت يكونوا لذاذ. وهاد الشوربه الصراحه كتجي غزاله ولذيذه بزاف، واهم حاجه انها كتوجد في دقائق. كنتمنىكم تجربوها وتردوا عليا. في الاول غادي ناخذ واحد القرعه تكون الحجم ديالها متوسط. هذه كبيره شويش، المهم على حسب الافراد ديال الاسره اللي كاينين في الدار. غادي نقطعها ومن بعد غادي نقشرها. نتوما كتقطعوها وردوا البال لان الصراحه صعيبه في التقطيع. هاد القرعه الحمراء الاغلبنا ما كنعرفوش يعني كيفاش شنو نعملوا بها. يا اما كنعملوها في سكسو، يا اما صافي ما كنشريوهاش. وكنت عملت في القناه ديالي بزاف ديال الوصفات ديال القرع الحمراء، الصراحه كيجيو مزيونين بزاف. وغادي نخليكم واحد الوصفه سهله كتجيب القرع الحمراء والبيشاميل. كتدخل الفران كتجي بالزبيب والكوكو والبيشاميل والسكر، كتجي مهم غزاله بزاف. انا غادي نخليكم الرابط والروابط اخرى ديال الوصفات ديال القرع الحمراء في اول تعليق. غادي نرجعوا للوصفه ديالنا. المهم قطعت القرع ومن بعد زيت واحد جوج الجزرات. وهذا الجزر اختياري صراحه، ما هي الوصفه كتكون بلا جزر، ولكن انا بغيت نضيف هاد جوج الجزرات باش نزيدوا من الفوائد ديال الشوربه وتكون شوربه مغذيه. قشرتهم وقطعتهم وغادي نعملهم يتسلقوا مع القرع. بالنسبه للماء غادي نعمل الماء الكافي اللي غادي هذاك هو اللي غادي نطحنه مع القرع. ما غادي نزيدش نضيف ماء اخر، تقريبا واحد لتر ونص. غادي نضيف شويه ديال الملح ومن بعد غادي نشد طنجره ساعه، غادي نخليها 10 دقائق. كما كنعرفوا كاملين القرع دغيا كطيب والجزر. من بعد غادي ندوز نقطع واحد جوج بصلات متوسطين. غادي نشلضها، غادي نقطع قطع صغيره مربعه. من بعد في طنجره غادي نعمل شويه ديال الزيت العاديه وشويه ديال زيت الزيتون، اولا نكتفيو غير بالزيت العاديه، اولا نعمل شويه ديال الزيت العاديه مع مغرفه ديال الزبده. الزبده كتعطي طعم مزيون لهاد الوصفه. غادي نشحر هاد البصل غير حتى التشحيره مثلا ماشي 5 دقائق، غير تتدبل شويه. تقدروا تضيفوا على هاد البصل واحد الضريز د الثوم يكون كبير. الصراحه انا مره كنعملها بالثوم، مره ما كنعملهاش، ولكن حتى الثوم كتعطيها واحد النكهه مزيونه. بالنسبه للقرع صافي يعني ارتحت عليها، والمهم انها تكون طيبه مزيان باش ملي نطحنوها تجي الشوربه يعني كريميه، ما يجيش فيها ديك الفتاوت كيكونوا قاصحين ديال الجزر اولا ديال القرع. صافي هزيت ديك البطاطا والجزر وشحرتها شويش مع البصله. تقدروا مثلا الا كنتم مزروبين تخويو بكلشي بالماء بكلشي، ولكن انا بغيت نعطيها واحد شويه ديال التشحيره وشحرتها مزيان وضفت عليها واحد شويه ديال الابزار. صافي تشحرت مزيان ديك الساعه سقيتها بديك الماء ديالها. كل ما طابت هاد القرع وجعده مزيان كل ما كتجي بيوري. شحرتها مع البصل باش تاخذ من ديك النكهه ديال البصل و... وزيت الزيتون. وإلا كنتم مزروبين عملوا كلشي في مره، يعني كبوها بالماء ديالها بكلشي وخلوها تغلي. من بعد ضفت الماء ديال اللي سلقت فيه القرع والجزر، خليتوه يغلي واحد 5 حتى ل10 دقائق.
قبل ما ننسى البنات، ضروري تعملوا لايك للفيديو طبعا اللي عجبت الوصفه، واشتراك في القناه، وتشاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش حتى هما يجربوا معكم هذه الوصفه والوصفات اخرى. غير غلات شويش، حيدتها وبديت كنطحنها، يا اما بهاد الباتي دور، يا اما بالخلاط الكهربائي. ونتاكدوا اننا طحناها مزيان باش ما تبقاش ديك القطع باينه في الشوربه. غادي نضيف الكريمه ديال الطبخ، واذا ما كانتش شي هادي تقدروا تستبدلوها بالحليب. من بعد غادي نخلطها مزيان بالملعقه اولا نزيد نطحنها بديك باتي دوره. هاد الشوربات ساهلين ومهلين وكاين نحتاجهم في هاد البرد. وكنصحكم تشوفوا واحد الفيديو ديال الشوربه ديال البطاطس، عاو كتجي روعه. غادي نخلي لكم الرابط ديالها في اول تعليق او في صندوق الوصف. هي الشوربه ديالنا دغيا وجدت كيف ما قلت لكم، ساهله مهله، وعاد فوق هادشي لذيذه كتجي صراحه. كنصحكم انكم تجربوها. صافي ديك الساعه غرفتها وضفت عليها القطع ديال الطوست محمر وشويه ديال الجبن. بقى لي غير نختم هذا الفيديو، وكنتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، ودمتم في رعايه الله، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.